تاريخي. سجل يا تاريخ، وسجلوا عندكم أيها الأفارقة. المغرب الرياضي الفاسي يتوج باللقب الأفريقي الأول والخامس في تاريخ الكرة المغربية. نعم، المغرب الفاسي يدخل التاريخ من أبواب واسعة. مدينة فاس سعيدة، افرح يا فاس، افرحوا أيها المغاربة. من طنجة العالية للقويرة العزيزة، ورشيد الطوسي هنا سجدة حمدا لله سبحانه وتعالى على هذه القتالية وعلى هذا الأداء وعلى هذا اللقب الإفريقي للنادي المغرب الرياضي الفاسي. أتعبتمونا أيها الماس، أتعبتمونا في هذه المباراة، حرقتم أعصابنا في هذه المباراة، ولكن ما أحلى الفوز وما أحلى اللقب عندما يأتي بهذه الطريقة. أنت البطل يا رشيد، أنت البطل، كما الجمهور أيضا حاضر بتشجيعاته. أبناء الصفرة والكحلة اليوم يدخلون للتاريخ بأسماء فعلا سيتذكرها باعتزاز الجمهور المصاوي والجمهور المغربي وكذلك الأفارقة، أبرزهم شمس الدين الشطيبي. فعلا الفرحة عارمة هنا. أنس زنيتي، صدرت العديد من الكرات وسجلت الهدف الأخير، نعم، لتغتال حلم الإفريقي بالتتويج. يعني كان التاريخ يعيد نفسه، فعل الفتح الرباطي الموسم الماضي، ها هو الماس يعيدها من جديد. ورشيد الطوسي هنا حقق أن تحمد الله. سجدة، نعم، وصورة ستبقى معبرة وحصر على فوزي البنزرتي. ضيع اللقب في الموسم الماضي مع الترجي وضيعه مع النادي الافريقي في كاس الاتحاد الافريقي. لحظات وتأتي الصورة التي كنا نتمناها قبل بداية هذه المباراة، أن نشاهد الماس وهو يرفع اللقب الافريقي. لست أدري هل نعود إلى الاستوديو ثم نكمل مراسم التتويج أم التعليق ونواصل لقراءة كل كبيرة وصغيرة لما يحدث هنا بمركب فاس. نعم، احتفال كبير ويوم تاريخي بالنسبة للمغرب الفاسي وبالنسبة للكرة المغربية. هذا هو رشيد الطوسي هنا يرفع العلم المغربي، نعم، لأن الماس يمثل كل المغاربة وكل الأطياف. هنا حضروا الرجويين، المصاويين، الوداديين، القنيطريين، سيدي قاسم وصفرو ومكناس وطنجة العالية وكذلك أبناء الجنوب. طبعا كلهم اليوم فرحين بهذا اللقب. طبعا لنا موعد من أجل التعليق على التتويج، لكن الآن الكلمة تتحول للزميل معز بولحية في الاستوديو. أهلا بكم من جديد. شكرا لجواد، شكرا لعصام، مبروك.